ثم يسأل جبريل عن الساعة فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فالساعة لا يعلم وقتها إلا الله عز وجل، لا يعلم ميقات الساعة إلا الله عز وجل، ولكن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل بعلاماتها فيقول: أن تلد الأمة ربتها، أي أن تلد المرأة بنتا تتحكم فيها وتأمرها وتنهاها، وتصبح الأم تفعل ما تقول لها بنتها، وتصبح البنت متحكمة في أمها وكأنها عبدتها. بس أنا كنت بمد إيدي عليها، يعني لما كنت أغضب ولا أتضايق. دي ايدك على مين؟ على والدتي. ليه؟ بس امال انت بتقولي انا شايلاها وخدماها ماشي، بس أنا لما كان جوزي يضربني وأتضايق مخنوقة، فمش عارفة، فهي كانت تقول لي: أنا عارفة إن غصب عنك اللي أنت بتعمليه فيا اللي أنت شايفاه. هي عايشه؟ لا هي ماتت. يا مسيح يا يهود يا أمة لا إله إلا الله، نادية بتساعدة بتفضي طريقة منها اليوم الدين. اشهدوا يا ناس، اشهدوا يا عالم، بريئة منها اليوم القيامة، بريئة منها اليوم القيامة، بريئة منها اليوم القيامة. اللهم لعنها الدنيا وآخرة. ما رحمة الله اللي عمرها 62 سنة تهدفنا بالشارع، ما رحمة الله. فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحرة والعبدة، أي البنت تصبح حرة والأم تصبح عبدة عند سيدتها، هذه البنت التي أنجبتها من بطنها. حضرتك أنا دلوقتي عندي والدتي يعني معاملتها سيئة جدا. ماشي؟ أنا بتكلم دلوقتي إحنا 10 إخوات. ماشي؟ انتوا 10؟ أيوه. من بطنها؟ كان الله في عونك. كان الله في عونك. ماشي، بس هي معاملتها سيئة جدا. والدي توفى من وأنا عمري 3 سنين. الله يرحمه. ماشي؟ الله يرحمه. ماشي، فهي معاملتها وحشة جدا. ازاي بقى وحشة ازاي؟ يعني شد علينا قوي، شد علينا جدا، شد علينا بطريقة رهيبة جدا. فدلوقتي احنا 10، دلوقتي هي لما بتعيا بتخش المستشفى محدش بيروح لها. يا لهوي. دخلت المستشفى كذا مرة. يا لهويني، يا لهويني، انا 3 لهويني، 4 لهويني، يا 50 لهويا لو ينفع اقول لهويا. ودلوقتي حضرتك طب ما قتلتوهاش ليه؟ انا بتكلم على ان انا بروح لها لا، هل انتوا فكرتوا تقتلوها وتريحوا نفسكم؟ لا، انا بس عايزاك توجه كلمه ليها ولاخواتي. لا، ما انا هوجه كلمه ليها، هقول لها شاطره، لان حضرتك مش اقل من 25 سنه، ومعنى ان امك مات ابوكي وانت عندك 3 سنين، يعني متأرمله عليكم بقالها 20 سنه، مع تفاوت في سن اخواتك. ما كانتش تشد عليكم كنت هتطلعوا شوارعيه. لو كانت امك بسكوته انا ما عرفتش منك معنى تشد علينا يعني ايه. يعني انتوا عايزينها تسيبكم تسهروا بره براحتكم، تيجوا اللي يجي الفجر يجي الفجر، واللي ما يجيش ما يجيش، واللي يذاكر يذاكر، واللي ما يذاكرش ما يذاكرش، والبنت تقعد تكلم صبيان او تقعد بالشورت تطلع البلكونه بتضيق. مش بنات مهافيف؟ هو دي الام الافرنجي. الام الافرنجي دي اللي تخليني انا اخاف على بنتي وتخليني اخاف على بنت جيراني لما الاقي البنت طالعه ضيقه وطالعه مقلوظه وعورتها باينه وعلى قلب امها زي العسل. دي ام عايزه ضرب النار. دي مش ام، دي واحده مشجعه على الخيبه، واحده مشجعه على الفساد، وبنتها مش هتحتاج منها وهي صغيره غير كلمه اسمها غلط اقلعي، هتيجي لابسه. لما تكبر بنتها ما تقدرش تقول لها اقلعي، لما انا طول عمري لابس، كنت فين ولا عودتنيش ليه وانا صغيره؟ اللوم هيجي عليها والنار هتيجي عليها يوم القيامه، ربنا هيعذبها. دي مش تربيه. براحتك، اخرجي حبيبتي، طب من ورا بابا لفي، ارتصه. بتعلم البنت الوان الفساد، تشد عليكم. ما تتكلمي هم ما موتتكيش ولا حاجه، واخواتك ال10 ابطن افرغت كل ما في بطنها وطرحته باسم ابيك عشان تكونوا دعوه صالحه له، تقوم تدخل المستشفى محدش يزورها. ده ايه؟ ده قلب 10 قلوب اتجمعوا على شيطان واحد فاتختم على قلوبهم. دي لو كافره بتعبد حجر ومعزه ودخلت المستشفى وانتم مسلمين وموحدين بالله هتروحوا جهنم لو ما زرتوهاش. وهي كافره وهي بتقول ما فيش ربنا اللي هي بتنكره، وهي في المستشفى هيودوكوا النار، لان قال وصاحبهما في الدنيا معروفه. اوجه لها كلمه اقول لها ايه؟ اقول لها عوضيهم. انت هاتي مصاصه للي بقى 20 سنه عشان انت ما جبتلوش مصاصه وهو عنده 2 سنين. اوجه كلمه اقول لها ايه غير كان الله في عونك، والله يشفيكي والله يعافيكي، وارجو ان تكون شدتك على بنيك
وأبنائك وبناتك العشرة شدة الحريصة على مستقبلهم، لأن الراعي قد مات، فكنت الأب وكنت الأم، والآن أشعر أن عينيك تذرفان الدمع قبل الغروب لتشهد الشمس دمعات أم جريحة على 10 أبطن ليس فيها قلب يرق لله ويرق لرسول الله ويرق لدين الله، ويذهب إليها في المستشفى ليقبل يدها ويمسح على جبينها ويقول لها ليتني فداء لك وليتني مكانك، تسلمين وتخرجين في عافية. يا من كنت ساكنا في جوفك أتقلب في رحمك، ويا من شقيت من أجلي. حرام عليك يا بنتي، حرام عليك يا أمه. أسأل الله